صباح الخير. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة شهر رمضان الكريم، ربنا يعيده علينا كلنا بالخير واليمن والبركات، وربنا ينصر أهل غزة نصرا عزيزا جميلا يتعجب منه أهل الأرض والسماء. أخباركم إيه؟ النهاردة أنا عايزة أكلمكم في حاجة الفترة اللي فاتت حصلت معايا كتير في الجلسات. آه، والغريبة أنها ظاهرة سواء جلسات مع رجالة أو ستات، ان بعد ما بنعمل الجلسة والكلاينت بيبقى مرتاح وقرر هو هيعمل ايه بالظبط او عارف هو هيعمل ايه، اكتشفت من فترة ان حد او اتنين، كانوا غالبا 3، اتصلوا بيا وقالوا لي احنا مش عارفين نعمل موف اون. كانت كلاينت انفصلت من جوزها، وكان في كلاينت عندي تاني كان مرتبط بواحدة واتخطبوا والعلاقة ما كملتش، فسخوا الخطوبة. وكان في كلاينت تاني برضو انفصل عن مراته. كلهم قالوا لي احنا عملنا كل حاجة بس احنا مش قادرين ننسى. بنروح المكان بنفتكره، بنسمع اغنية، جوايا رغبة في الانتقام مش عارف اعملها ازاي، عايز احقق نفسي، عايز اعمل كذا علشان يندم انه سابني او تندم انها سابتني. انتوا ليه بتعملوا كده؟ انا عايزه اسالكوا سؤال، هو انتوا ليه بتعملوا كده؟ ليه دايما لما بنحاول نخرج من علاقه او بنبقى اوريدي خرجنا من علاقه، بنبقى كل الهدف اللي قدامنا ان الشخص اللي سابنا او اللي احنا سبناه، ان هو لما يرجع تاني يلاقينا في احسن حال؟ ليه دايما بنبقى حاطين الشخص ده قدامنا؟ انا عايزه اكبر في شغلي علشان يعرف ان انا كبرت في شغلي، انا عايز اروح الجيم علشان تلاقي جسمي بقى كويس، انا عايز يبقى معايا فلوس علشان تندم وتعرف ان انا من غيرها بقيت احسن، انا عايز هو حلو على فكرة ان انتوا تبقوا عايزين تعملوا حاجات كتيرة حلوة لنفسكم، بس لنفسكم، مش عشان حد تاني لما يشوفكم يقول ايه ده، انا ندمان ان هو سابني. كده كده انت مادام شخص كويس اللي سابك هيندم عليك ان اجلا ام عاجلا. الفكرة بقى ان انت ما تقولش انك عايز تعمل كده علشان خاطر حد. العلاقة دي يا جماعة خلاص انتهت، والله ربنا لو كاتب للعلاقة دي انها ترجع تاني هترجع، بس لحد ما العلاقة دي ترجع احنا ماشيين في حياتنا. احنا بالنسبة لنا ان العلاقة دي كتاب قفلناه، مسكنا الجلدتين بتوعه وقفلناه وهنفتح كتاب جديد. انت لو عندك مكتبة ومليانة كتب ومجلات واشتريت كتب جديدة بس مفيش مكان في المكتبة دي، هتعمل ايه؟ هتروح شايل الكتب القديمة وحاططها في مكان تاني بعيد عنك لانك خلاص قريتها وعرفت ايه اللي مكتوب فيها، وهتروح حاطط الكتب الجديدة فيها. ده عقلك. عقلك عبارة عن مكتبة، لازم لما تيجي تتكلم مع عقلك احترمه شوية، احترم عقلك الواعي واحترم عقلك الباطن. لما تقول انا عايز اعمل موف اون من علاقة، ما تقولش عشان خاطر حد، انت بتعمل موف اون علشان خاطرك انت، عشان خاطر نفسك. هتبقى صحتك كويسة وتهتم بيها علشان خاطر نفسك، هتهتم بلياقة جسمك عشان خاطر نفسك، هتشتغل بكد وتعب واجتهاد علشان يبقى معاك فلوس علشان خاطر نفسك، علشان انت عايز تكبر، عشان انت عايز صحتك تبقى كويسة، عشان انت عايز لياقتك تبقى كويسة وجسمك يبقى متناسق، عشان انت عايز شكلك يبقى حلو، عشان انت عايزة بشرتك تبقى نضرة وجسمك يبقى حلو. احنا كل ده بنعمله عشان خاطر نفسنا. يا جماعة انا لما بقفل كتاب بقفله بكل الشابترز اللي فيه، بكل الشخصيات اللي كانت فيه. لما باجي افتح كتاب جديد بعمل فيه تشابترز جديدة، كل تشابتر ليه عنوان بمشي عليه فيها. الكتاب الجديد اللي انا بفتحه ده كتاب بتاعي انا، بشخصيتي انا، بالحاجات اللي انا عايزاها.
هنخلي في الكتاب الجديد كل تشابتر انا محدده انا عايزه اعمل فيه ايه. مثلا في الانترودكشن او في المقدمه بتاعت الكتاب الجديد بكتب فيها انا قررت ان انا هبدا حياه جديده، حياتي الجديده دي انا هعمل فيها وهعمل فيها وهعمل فيها. وباكد عليكم ان احنا بنتكلم كلام ايجابي، يعني هقول انا هعمل نظام غذائي، انا هحافظ على بشرتي، انا هلعب رياضه، انا ههتم بشغلي، انا هاخد كورسز. دي كلها كلمات ايجابيه او كلام ايجابي احنا بنقوله، طبعا كل ده بمشيئه ربنا. وامسك اول تشابتر انا هعمل ايه، هاخد كورسز، يبقى اول تشابتر هنسميه كورس. بس هنلاحظ ان في كل التشابترز اللي بعد كده او كل التشابترز اللي في الكتاب بتتكلم فيها عن نفسي. الشخص اللي كان موجود معايا في الكتاب القديم احنا قفلنا عليه الكتاب وحطيناه على جنب، عشان احنا بنعمل مكتبة فيها كتب جديدة بشخصية جديدة لينا احنا بنحبها، شخصية جديدة احنا عايزين نكونها، بأحداث جديدة، بعلاقات جديدة، بناس جديدة بتدخل حياتنا، بتفاصيل وأحداث جديدة. حتى لو تفاصيل الأحداث دي فيها حاجات مش لطيفة، لأن طبيعي حياتنا كلها فيها مشاكل ومنغصات، بس كلها حاجات الشخص التاني مش موجود فيها، عشان احنا قفلنا الكتاب. اقفل الكتاب القديم، شيله بعيد عن مكتبتك، حط فيها كتب جديدة بشابترز جديدة بأحداث جديدة بمواقف جديدة بشخصيتك انت الجديدة وباللي انت عايز تكونه علشان خاطر نفسك. be yourself، ما تحاولش تبقى حد تاني، ما تخليش حد يشكلك. احنا في حاجات كتير قوي بتشكلنا في الحياة، خبراتنا بتشكلنا، تربيتنا بتشكلنا، عاداتنا وتقاليدنا بتشكلنا. بناخد حاجات حلوة من الناس بتبقى عايزينها تبقى فينا، بناخدها وبنحطها في شخصية. فانت كده بتبرمج عقلك اللي هو عبارة عن مكتبة شلنا منها الكتب القديمة وبنحط فيها كتب جديدة. طيب علشان نعمل موف اون تاني برضو لازم بقى زي ما بصينا لعقلنا وشغلناه لازم نبص لقلبنا. الاتنين يا جماعة بيمشوا في خط متوازي مع بعض، العقل والقلب. ما ينفعش اشتغل على قلبي بس لوحده واشتغل على عقلي بس لوحده، لازم نشتغل على الاتنين مع بعض. القلب بقى لازم نديله مساحته، لازم نديله فرصته في انه زعل. ما يحصلش الموقف النهارده وابقى تاني يوم اعمل مش فارق معاه، لا هو فارق وكلنا بنبقى عارفين ان هو فارق. لازم نعرف نتعامل مع قلبنا. زعل نديله فرصته انه يزعل، حس ان هو غضبان وحس ان هو عايز ينتقم، مش هنديله فرصة للانتقام بس نديله فرصة للغضب، يعبر عن غضبه يعبر عن حزنه، علشان لما هيعبر عن المشاعر دي هيعرف يتخلص منها ويعرف يحط مكانها مشاعر جديدة. لكن لو سبت مشاعرك دي ما خرجتهاش هتفضل مسيطرة عليك. وهقول لك على طريقة علشان تعرف تخرج مشاعرك دي، هات ورقة وقلم، اكتب كل شعور انت حاسه وطلعه في الورقة والقلم وارجع اقراه تاني، ولو مش عايز اقراه تاني ارميه، بس فرغ مشاعرك دي ما تسيبهاش جواك. وبصراحة احسن طريقة لتفريغ المشاعر انك تكتبها، تكتبها، تقعد تكتب كده حتى لو متعرفش تعبر وما تعرفش تكتب باسلوب كويس، اكتب اللي يجي على بالك اكتبه، المهم انك تفرغ المشاعر دي. يا رب اكون عرفت اديكوا نصيحة بسيطة وسهلة وتعرفوا تنفذوها علشان تعرفوا تعملوا موف اون من اي علاقة انتوا مريتوا بيها. لازم تعملوا موف اون بالعقل والقلب، ما ينفعش العقل لوحده وما ينفعش القلب لوحده. صباح الفل عليكم، ان شاء الله اقابلكم في فيديو جديد.